سيد افندي اشتبك مع تفيدة. كان لبس هدومه وهيأ نفسه عشان ينزل. قبل ما يخرج من الباب تفيدة قالت له: سيد، انت رايح فين قبل ما تديني مصروف البيت؟ سيد اندهش، قال لها: انت مش واخده المصروف اول الشهر يا تفيدة؟ انت عايزه كل يوم مصروف؟ تفيدة قالت له: انا مش شرحت لك يا سيد امبارح اني ما معيش ولا مليم؟ وانت هزيت راسك ساعتها وقلت لي بعدين بعدين. اهو احنا جينا لبعدين بقى. السيد قال لها: يا تفيدة، يا تفيدة، انت ايدك مخرومة من زمان، من اول ما اتجوزنا وانت بتتصرفي زي ما يكون جوزك مليونير مش موظف كحيان في وظيفة ميري. قالت له: انت سيد الرجالة يا سيد. قال لها: متشكرين قوي يا ستي، متشكرين قوي، بس زي ما انت راسية انا زي الصيني بعد غسيله، ما معيش، اتصرفي على الاساس ده. تفيدة قالت له: يعني ايه اتصرف بنفسي؟ اتصرف انت ولا اقول لك؟ انا عندي حل احسن من كده بكتير قوي. انا مش هاخد منك مصروف يا سيد، اصرف انت على البيت، انما عليا الخدمة والطبيخ والغسيل وكل حاجة، انما ماليش دعوة بالفلوس ولا بالصرف. اصرف انت بنفسك. الجنيه بقى هيطير زي العصفورة، وال10 جنيه بقت زي ال10 ساغ. انت اصرف وانا ماليش دعوة بالفلوس والصرف. سيد افندي نزل، وتاني يوم قبل ما يروح شغله مراته قالت له: مفيش في البيت لحمة ولا اكل، اشتري وانت جاي من الشغل، اللي انت عايزه اشتريه وانا عليا اطبخ. سيد افندي قال لنفسه: انا اللي هشتري كل حاجة من هنا ورايح، هي هتعكنني ليه؟ نزل قبل شغله بساعتين، راح السوبر ماركت، قعد يلف فيه ويتفرج، انبسط من الفرجة وقال لنفسه: انا هشتري كيلو لحمة بكيلو وكيلو ليمون. تشوي تفيدة اللحمة دي. سأل الجزار: بكام كيلو اللحمة؟ قال له: ب30 جنيه يا بيه. وبعدين راح قسم الخضروات، سأل البياع: كيلو الليمون بكام يا سيد؟ قال له: كيلو الليمون ب10 جنيه يا بيه. سيد قال له: الحاجات غليت كده ليه؟ الحاجات غليت عندكم هنا ليه؟ مدير السوبر ماركت قال له: احنا بنبيع ارخص من بره يا بيه. سيد افندي قعد يتذكر ايام ما كان طفل. الكلام ده من 50 سنة، مش من 500 سنة. كان كيلو اللحمة ب6 ساغ، وكانت الليمونة بملين. القرش فيه 10 مليم، كل مليم يجيب ليمونة. كانوا يقولوا العدد في الليمون. روح سيد افندي وهو متعكر. مراته جايه تكلمه، قال لها: ما تكلمينيش من هنا ورايح، انت اللي هتشتري مش انا. مش كده